ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلى على الحبيب قلبنا يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بقى ايه ده؟ بانيه، دي بصلايه وحته هرسه شطه وكمون انا اخد كل ده في الكبه وشويه خل زي ما انتم شايفين كده. وطبعا اول حاجه بعتذر عن التصوير، تاني حاجه بعتذر عن الفتره حرفيا. يعني انا عايزه اقول لكم اني احنا كنا في مصيبه دي كارثه. او اقسم بالله العظيم انا ما شفتش، حرفيا ما شفتش في عمري اللي انا شفته اليومين اللي فاتوا دول. والله العظيم يعني انتوا متخيلين ناس تعمل حوار على بنتهم عشان عايزين ياخدوا ذهب؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ يتكلموا في عرض شراب بنتهم عشان خاطر الذهب؟ إيه انتوا؟ ايه ده يا لو انا شفت مواقف حرفيا. انا يعني مع العلم ان اخويا وخطيبته، اهل خطيبته مطلعين على اخويا اني شرف ومش شرف عشان خاطر ياخدوا الدهب. انتوا متخيلين بيعملوا في صبع بيتاجروا ببنتهم يا جماعه؟ وايه بقى؟ واللي بيساعدهم في الكارثه ديت، اللي بيساعدهم في الكارثه دي اهلنا اللي مننا، اعمامنا، ولاد عمنا. انتوا متخيلين ان هما بيساعدوهم في حاجه على كده على اخويا؟ يعني اقسم بالله العظيم انا من ساعه، من اخر مره نزلت فيديو بحوالي 13 يوم، 13 يوم ايه، بقالي اكتر من الموضوع داخل على شهر، ان انا بتحاسبين عليهم ليل ونهار. لا، والمصيبه ان حصل لهم حاجات كتير. اللي افترت دي وقع على ميه سخنه، واللي عمل اخويا كان بيسرق واتضرب، وحاجات كتير، حوارات كتير كتير كتير. وفي الاخر قال ايه؟ عشان دهب ايه؟ كانكم 60 نيله. اقسم بالله العظيم هو الحوار كبير جدا 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 جدا. طبعا انا مش عارف يعني احكي لكم كله، بس يعني حسب الله ونعم الوكيل. فانا كنت نفسيتي تعبانه جدا يعني، والله يعني. المهم يعني ايه، الحوار خلص ان احنا خدنا الدواء، وفي حاجات كتير لسه ما خدناش ومش عارفين نعمل ايه. هنا بقى زي ما انتوا شفتوا البانيه، التتبيله اللي في الاول اللي عملت تتبيله خل وكمون وملح والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وبصل وشويه واحده عريسه الشطه، ضربتهم في الكبه وعملتهم. وعملت ايه؟ بيض. بقى حطيت كاتشب على مايونيز، بده عيش سوري. انصحكم يعني بلاش عيش السوري اللي هو في الاسواق ده، مش حلو جدا جدا جدا، اقسم بالله يعني مش حلو. حطيت كاتشب على مايونيز وحطيت صوص كده تحت، حمرت بطاطس وجبنه ميكسات كده من الجبن، و وحطيت بقى البانيه وحطيت شويه بتاع هنا كده. وطبعا بقى اللفه، طبعا التليفون ما كنتش مثبتاه يعني. طبعا ده اخر فيديو صورته لكم، وبعدها بقى المشاكل اصلا بدات تظهر اصلا من قبل الفيديو ده بيومين. بس بعدها بقى اصلا حصل الكارثه الكبيره ديت. وطبعا زي العاده قعدت حوالي 4 أو 5 ايام نو اكل نهائي. اكل ده ما عرفوش، هي ميه فقط لغير النوم ده. ما بنامش يعني. المفروض ان هما اللي يعني، المفروض هما اللي يبقوا ايه في الحاله اللي احنا فيها عشان دي بنتهم. لا عادي، دول كانوا بيمكيجوا. طبعا بعتذر لكم ان انا اتكلمت في الفيديو ما شرحتلكوش ايه، بس والله كلام كتير وانا